بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهارده يا بنات هعمل لكم كده مكرونه بشاميل. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده جميله جدا وسهله وبسيطه على اي بنوته كده لسه داخله المطبخ. يا ريت بقى يا بنات اللي اول مره يشوفني ما ينسانيش في لايك واشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان كل ما انزل حاجه توصل لكم ان شاء الله. طبعا يا بنات هعمل برضو كده معاها فراخ مشويه كده، طريقه جميله قوي وسهله وبسيطه برضو. طبعا التتبيله بتاعتها برضو موجوده في كل بيت. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده سهله وبسيطه خالص على اي بنوته كده يا بنات زي ما انا قلت لكم. يلا يا بنات بقى نبدا بسم الله ونشوف الطريقه مع بعض. اول حاجه كده يا بنات هجيب كده صينيه واحطها كده على النار، طبعا نار متوسطه. طبعا انا عندي هنا نص كيلو لحمه مفرومه هنزل كده بيها. طبعا انا نزلت كده بالصينيه بثلاث معالق او 4 معالق سمنه بلدي او زيت ذره على حسب اللي موجود عندك في البيت. طبعا يا بنات هبدا اقلب كده في اللحمه المفرومه لحد ما لونها يتغير معايا. طبعا انا غطيتها كده لمده دقيقتين 3 كده يا بنات زي ما انتم شايفين كده لونها هو غير معايا. طبعا بقى انا عندي هنا الخضار بتاعي، عندي هنا بصل مقطعه زي ما انتم شايفين كده، وعندي هنا فلفل الوان او فلفل اخضر، وعندي جزر برضو كبنات كده بشره. طبعا انا نزلت بكميه البصل اللي عندي. طبعا هفضل اقلب كده يا بنات في البصل مع اللحمه المفرومه لحد ما يدبل معايا. هبدأ بقى يا بنات انزل كده ببقية المكونات. طبعا الجزر المبشور والفلفل، طبعا سواء بقى عندك فلفل الوان عندك فلفل اخضر اللي متاح عندك حطيه على اللحمه بتاعتك. طبعا بقى ابدا احط التوابل بتاعتي عباره عن ملح وفلفل وكمون وبهارات لحمه. هبدا بقى يا بنات ان انا اقلب كده في التوابل كده. انا بصراحه حطيت رشه كده من كل حاجه طبعا الملح طبعا حاطه في المعقول يعني، وحبه صغيرين كده فلفل وكمون وبهارات لحمه. خلاص يا بنات زي ما انتوا شايفين كده اللحمه هي خلصت معايا. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين كده هبدأ بقى يا بنات نعمل البشاميل مع بعض. طبعا انا عندي حلة كده حطيتها على النار، ومعايا هنا برضو 6 معالق زبدة. لو انت حابة تحطي سمنة او زبدة على زيت مفيش مشكلة. طبعا حطيت برضو معلقتين 3 كده زيت ذرة على النار هادية. بقى يا بنات هتبدأ كده الزبدة تفك معايا وتسيح معايا. طبعا انا عندي هنا 6 معالق دقيق. هبدأ ان انا اقلب كويس جدا. خلاص يا بنات الدقيق اهوت ده في السمنة خالص اهوت معايا. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بقى بدأت الريحة كده بتاعته تطلع. انا عندي هنا يا بنات كده كيلو لبن. طبعا لو انت متوفر عندك او متاح 2 كيلو لبن حطيه يبقى البشاميل بتاعك. لو انت هتعملي زيي انا بصراحة عندي شوربة. طبعا جبت يعتبر بمعدل الكمية اللي انا هحطها لبن حطيت قدها شوربة بالظبط. طبعا بقى لو انت عندك شوربة لحمة شوربة فراخ جميلة جدا. طبعا لو عندك برضك مكعب او مكعبين مرقة دجاج برضك حطيهم هيدي طعم جميل قوي قوي للبشاميل بتاعك. هبدأ بقى يا بنات ان انا امسك المضرب بتاعي واقلب البشاميل كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده على نار متوسطة. عندي برضو هنا يا بنات على العين التانية كده انا جبت كده حلة يدوب المية غليت ونزلت بكيسين مكرونة. طبعا المكرونة القلم اي نوع بقى متوفر عندك. وفي نفس الوقت برضو يا بنات انا بقلب في البشاميل بتاعي. انا كده حاطه المكرونه على عين بوتاجاز والتانية عليها البشاميل.
طبعا انا دقت كده يا بنات، لقيت ان هو محتاج فعلا ملح. طبعا بقى حطيت بقى ملح والتوابل بقى بتاعتك بقى، اللي هي البهارات والفلفل والكمون، ولو عندك مكعبين ماجي. طبعا انتي حاطه في الشوربه ملح، يا ريت برضك تدوقي الخليط قبل ما تحطي الملح. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، انا بقلب كويس جدا. بدأ اهوت الخليط البشاميل يتقل معايا. بصوا بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين كده. بصراحة لما تعمليه في البيت انا بفضل بصراحة الافضل من الجاهز، على اقل حاجة انتي عاملاها مضمونة في البيت وطازة. خلاص يا بنات، بسم الله ما شاء الله، عندي هي المكرونه هي. طبعا انا ما بسويهاش قوي، انا بنزلها كده يعني فيها حاجه بسيطه كده عشان لما تخش الفرن. طبعا بقى يا بنات، انا عندي اهو البشاميل خلص، وعندي المكرونه اتسلقت، واللحمه المفرومه طبعا خلصت خلاص. طبعا انا جبت نص كميه المكرونه، ونزلت عليها بنص البشاميل. طبعا جبت اهو صينيه، ونزلت برضك بكبشتين 3 كده في قاع الصينيه. طبعا ابدا بقى اساوي يا بنات كده المكرونه. طبعا كبشتين 3 برضو كده بشاميل كده عليها، وانزل بقى بكمية اللحمة المفرومة اللي احنا عملناها مع بعض. ابدأ بقى ان انا اساوي يا بنات كده في الصينية. زي ما انتوا شايفين يا بنات كده، انا حطيت اهوت اللحمة المفرومة بتاعتي. طبعا انا عندي نص كمية المكرونة التانية، طبعا هنزل معاها بالبشاميل اللي فاضل عندي، وابدأ برضو ان انا اساوي الصينية بتاعتي. انا عندي هنا يا بنات مشغلة الفرن على درجة حرارة 180، يعني بسخنها قبلها كده ب5 دقايق، قبل ما احط الصينية ب5 دقايق بقوم مسخنة الفرن. طبعا بقى بقيت كمية البشاميل يا بنات بينزل على الصينية كلها. بصوا بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى بنات ان انا اسوي البشاميل كده على وش الصينية بتاعتي. طبعا انا اجيب بقى بيضة، ولو متاح عندك شوية لبن مع شوية فلفل اسمر، انزل بهم على وش الصينية. بصوا يا بنات بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين كده. خلاص يا بنات، هدخلها بقى الفرن واسيبها على درجة حرارة 180. طبعا بقى يا بنات، انا كان عندي هنا الفراخ بتاعتي، انا كنت غسلاها كويس جدا ومتبلاها. طبعا كنت متبلاها عبارة عن بصل، وطبعا جبت بصلتين 2 كبار، حطيتهم كده في قلب الكبة او الخلاط. طبعا مع طماطمايه مع قرنين فلفل، مع التوابل بقى بتاعتي وملح وفلفل وكمون. طبعا ضربت ده كلته كده في الخلاط بتاعي، ونزلت بقى يا بنات على الفراخ ديت كده ايه، بعد ما غسلتها كويس جدا وتبلتها. طبعا سبتها قبلها بيوم اللي وراك زي ما انتوا شايفين كده. حطيتها بقى على الشوايه، بسم الله ما شاء الله، ما خدتش معايا وقت خالص. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، بصراحه حاجه تفتح النفس. طبعا بدأت بقى ان انا اقلبها كده كل شوية، يعني على الناحية دي 5 دقايق، على الناحية دي 5 دقايق. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، الفراخ هي خلصت معايا. طبعا بقى نبص كده على المكرونة بتاعتنا اللي في الفرن، بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين كده. بصوا يا بناتي الفراخ معايا بسم الله ما شاء الله دايبة هي خالص ومستوية. خلاص يا بناتي، البشاميل لو طلعته من الفرن بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى ان انا اقطعه معاكم. طبعا انا مقطعاه وهو سخن، يعني الصينية لسه ما بردتش. بصوا يا بنات بسم الله ما شاء الله. يا ريت بقى اللي اول مره يشوفني ما ينسانيش في لايك واشترك في القناه ويفعل زر الجرس. اشوفكم في فيديو جديد.